السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة هنعمل بقى أكلة خفيفة لا غنى عنها. الملوخية دي أكلة الملوك. هنعملوها بطريقة جميلة وهنعمله شوية رز معاها كده، رز أبيض. الرز لو تعمليه بالطريقة دي عمره ما يعجن منك أبدا مهما يكون نوعه. انت هتحطي الإدام اللي انت هتحطيه بقى، طبعا سمنة يا زيت، يا إما زيت وسمنة. وتحطي نص مقدار الرز. بعد ما السمنة تسخن كده تحطيه، وتخليه على نار متوسطة كده بالراحة كده تقلبي لغاية اما يشرب السمنة ولونه يتغير كده ويخروش كده. تحس ان هو زي اللي اتقلى كده فيه او اتحمص كده. ما يتغيرش لونه، احنا مش عايزين نغير لونه، عشان لو غيرنا لونه وحمرناه يبقى حبة وحبة. احنا هنعمل رز ابيض اهو. هو بقى حلو اهو، ناشف اهو. هنجيب بقية كمية الرز ونحطها. طبعا أنا في الوقت ده حاطة مية على النار اللي انا هحتاجها لتزويد الرز. هنكب كده بقية الرز، شوفوا اللون ده من ده. اه، عشان تعرفوا اللي هو اتغير لما حطيته على النار. هنقلب بقى شوية حلوين كده لغاية ما برضو يشرب السمنة ويندمج مع الحبة الأولانيين. وبعدين نزود بقى، نحط شوية ملح. الأول نظبط ملح كده، ونقلب برضو لغاية ما يشرب سمنة هو آخر، اللي هو الحبة الجداد. هنجيب بقى، هو كده بقى كويس خالص كده، من عمره ما هيعجن منك، حتى لو الرز لو المية زيادة مش هتعجن. هنحط بقى المية، هي المية لازم تكون مية مغلية اهي، تكون سخنة يعني مش مغلية، يعني نغليها ونبردها. هنشوفوا عملت على طول ازاي. عبارة المية بقى بيبقى يدوب عقلة كده أو نص عقلة فوق الرز زي ما انتوا شايفين كده. انت من كتر ما هتعملي هتعرفي العبار كده بالعين. انا ما بنعيرش انا بكوباية ولا حاجة. هنعمله بقى الملوخية. انا بنعملها بشوربة اللحمة، بنفضل يعني تكون بشوربة اللحمة لانها بتبقى خفيفة. هنحط كده، هي الشوربة ديت ما هي سخنة قوي، انا طافية عليها من شوية حلوين يعني. الافضل طبعا ان هي تبقى باردة، وتحطي الملوخية فيها وهي باردة. الملوخية لما تكوني لسه مخرطاها طازة، يعني ما انتش جايباها من الفريزر، يبقى الافضل تبقى باردة. لكن لو هي انت حطاها جايباها من الفريزر يبقى حطها وهي بتغلي. انا بنحط بقى بالمعلقة كده حبة بحبة عشان ما تكلكعش مني. ولما اجي اقلبها ما نقعدش كتير في التقليب. تاخديها كده حتة حتة كده اهو، وتحطيها في قلب الحلة. طبعا الشوربة ديت يعني نوعا ما دافية يعني، مش بتغلي، لكن هي مش بتغلي. هنقلبها كده. انا بنحط شوية بشوية عشان لما اجي اقلبها ما تغلبنيش في التقليبة، فكت على طول ازاي بسرعة. اولا لازم تكوني وانت قبل ما تخرطيها تكوني منشفاها كويس من المية، عشان ما تبقاش مكلكعة وماسكة في بعضها. هتحطي فصين توم كده نيين، وشوية سكر صغيرين، يعني ربع معلقة سكر صغيرة، حاجة بسيطة كده. هنعمل بقى التقلية، هنحط السمنة اهو. طبعا ما ينفع يعني ما تحطيش زيت معاه، هو سمنة بس. لو عندك حتة دهنة وعايزة تقلبيها ماشي، لكن الأفضل يعني ما تحطيش زيت. هنكون دقة التوم طبعا. التوم دوت كنت دقة كان فيه يعني فلفل أخضر كده مكان ما كنت عاملة البتنجان، لسه كنت قالية بتنجان يعني، فسبتهم قلت مش هنشيلهم، حطيت عليه التوم ودقيته عشان الأخضر يعني اللي انتوا شايفينه ده اهو. يا دوب بس كده ريحته تطلع اروح حاطة الكزبرة. ما نخليش التوم يتحمر عشان ما يمررش.
اهو نقلب برضو كده تقليبة، ما نسيبش التوم يتحمر. هنروح بقى عشان انا مش عارفة طبعا اكب كده يعني، فانا قلت ايه نحط الملوخية فيها. اهو انا طفيت النار طبعا، اللي انتوا شايفينه ده السخونية بتاعة التقلية. هنقلبها كده في قلب منها، وبعدين هروح جايه ايه حطها كلها في قلب الحل. عشان بنصور بإيد وبنشتغل بإيد، فطبعا مانيش عارفة نعمل يعني ما حاجة بتبقى سخنة. بس كده نشوفوا بقى الرز. اهو الرز استوى مفرفر وجميل. شوفوا ما شاء الله اهو مفرفر خالص اهو، ولا معجن ولا ني ولا حاجة خالص. يلا بالهنا والشفا، يا رب يكون الأكلة الخفيفة دي عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.